السلام عليكم، صباح الخير. التصوير اللي قبل شوي من داخل طبقة ستراتوسفير. طبعا هذه للطائرة ميج 29. خلونا الآن نعرف عن الغلاف الجوي وناخذ معلومات عنه. الغلاف الجوي للأرض هو طبقة غازية تتكون من خليط من الغازات وتحيط بالكرة الأرضية وتحافظ على جاذبية الأرض من الانفلات إلى الفضاء الشاسع. يتكون خليط الغازات هذا في معظمه غاز النيتروجين الذي يمثل حوالي 78%، ويليه غاز الأكسجين بنسبة 21%، وغازات أخرى مثل الأرجون وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والهيدروجين والهيليوم والنيون والزينون. ولهذا الغلاف الجوي أهمية قصوى للأرض. وسبحان خالق الكون، لو لم يكن هذه الغازات موجودة كان ما عشنا في بيئة صالحة أبدا للحياة. ولو لم يكن هناك غلافا جويا لتجاوزت درجات الحرارة 200 درجة مئوية، ويحميها أيضا من النيازك والشهب حيث يتفتت معظمها قبل وصوله إلى سطح الأرض نتيجة احتكاكه بالهواء واحتراقه. سبحان الله. وهو الوسط الذي تنتقل فيه الأصوات، ولولا وجود الهواء لساد سكون وهدوء مخيف على سطح الأرض. يقسم الغلاف الجوي إلى 5 طبقات، يكون أسمكها قرب السطح ويخف تدريجيا بالارتفاع حتى يندمج في النهاية بالفضاء الخارجي. والطبقات هي: أولا طبقة تروبوسفير، وهي الطبقة الأولى فوق سطح الأرض وتحتوي نصف جو الأرض وفيها يحدث الطقس. طبقة ستراتوسفير، وهذه الطبقة الثانية طبقة مستقرة جدا، لذا تستخدمها الطائرات في الطيران خلالها. وتحوي أيضا طبقة الأوزون التي تمنع الأشعة الضارة القادمة من الشمس. ثالثا طبقة ميسوسفير، في هذه الطبقة يتم تدمير الشهب وأجزاء من النيازك التي تتساقط على الأرض. رابعا طبقة ثيرموسفير، وهذه الطبقة التي ينتج عنها ظاهرة الشفق القطبي، وهي أيضا مكان المكوك الفضائي والرحلات الفضائية التي تدور حول الأرض. طبعا هذا المكوك وهذا الشفق القطبي. طبقة إكسوسفير، وهي الطبقة الأخيرة في الغلاف الجوي وتعتبر أنحف طبقة حيث يندمج الغلاف الجوي بالفضاء الخارجي. التصوير اللي قبل شوي تصوير طائرة الميج 29 لهذه على ارتفاع 18,000 متر وبسرعة 2000 كيلومتر. طبعا هذه طائرة مقاتلة من مقاتلات الجيل الرابع، صممت للسيطرة الجوية في الاتحاد السوفيتي. تستطيع الميج 29 حمل 6 صواريخ راح أكتبهم لكم تحت، وقد صممت للقيام بمهمات التفوق الجوي والدفاع الجوي وحتى الهجوم الأرضي. إمكانياتها تقارن بالطائرة F-16 الأمريكية إذا ما كانت أفضل، نظرا للتشابه في الحجم والمهام. صنع منها أكثر من 1600 طائرة، تعمل منها 281 طائرة حاليا في سلاح الجو الروسي. أصدقائي، أنا توني أتنبه من أحد المتابعين أن عندكم اختبارات أو البعض عنده اختبارات. أنا آسف جدا والله ما كنت أدري، وألف شكر لكم على المتابعة. فغيابي عنكم الطويل هذا صراحة لازم أعوضكم. أنا ما أدري في جوي على الطائرات. تبوني أستمر الأسبوعين هذه أو أوقف؟ إيش رأيك؟